عاجبكم وضع الناس كده؟ عاجبكم كل واحد جايب ابوه وامه جايبوا زياره، ولا الجماعه اللي جايين زياره شخصيه، واللي جايبينهم اوضاعهم ينفع الاوضاع ديت؟ الناس قاعده هي طبعا، اللي جابوهم من مكه ورحلوهم جابوهم على جده، والناس مرميه هيت في الشوارع. هل عاجبكم الاوضاع ديت؟ الاوضاع دي عاجباكم؟ اه، الناس اللي مرميه في الشارع دي عشان يجوا بالغلط، ويقول لك الشركات اللي في مصر يوهموهم ان هم يجوا، او يقول لك يقعد للحج والكلام ده ينفع؟ يرضي مين؟ الناس ان كان اهالينا دول غلابه، واهالينا دول ما يعرفوش، المفروض الناس تنبه عليهم، او يقولهم مفيش حج للزيارة، سواء كانت زيارة عائلية زيارة شخصية. الناس اللي مقيمة وأهلها جايين زيارة لهم ويدخلوهم مكة كله بالغلط، وقال لك مفيش حج بدون تصريح. الناس ما بتسمعش الكلام للأسف الشديد. اهو بيجيبوهم من مكه، ورحمه بيهم ان هم جابوهم من مكه ودوهم على جده. الناس قاعده في الشارع اهي مرميه، لان هم كانوا مرتبين امورهم وقاعدين في مكه على اساس ان هم يفضلوا متداريين لغايه دخول الحج، ما يعرفوش ان الموضوع مشدد، الموضوع صعب يا جماعه. الموضوع للاسف الشديد موضوع مفيش فيه تهريج. قال لك مفيش حج بدون تصريح، يبقى مفيش حج بدون تصريح. الناس جايه الاخر جابوهم، ومحدش يقول للحكومه السعوديه والسعوديين والاوضاع ديت، لان في قانون وفي نظام وبيمشي على المواطن قبل المقيم. ف محدش، الناس دي رحمه بالناس الكبيره دي جابوهم من مكه حطوهم هنا. اكتر من كده ما يعني الناس دي هتعمل ايه؟ كتر الف خيرهم ان هم جابوهم هنا، كل واحد يدبر اموره لغايه ما فتره الزياره بتاعته تخلص. يعني وحاجه كمان، الشرطه السعوديه واقفين حارسين الناس عشان ما يحصلهمش اي ضرر، واقفين موجودين والله العظيم، يعني كتر الف خيرهم. قالوا 100 مره ما فيش حج بدون تصريح يا جماعه. الاماكن المركزيه، اللي قاعد في مكه يقعد، ما يطلعش زو زياره، ما يطلعش، يقعد في مكانه لغايه ما فتره الحج تعدي، لان ملوش حج. قالوا له هنمسكه هنمرجحه، محدش سمع الكلام. اهو اخرتها ايه؟ يرضيكوا الناس الغلابه اللي قاعدين دول، وضعهم مضحوك عليهم. اللي كان غلط على الشركات اللي في مصر، ولا الغلط على المقيمين، إن كان واحد مقيم وجايب اهله زياره ودخلهم مكه علشان يحجوا. والله العظيم لو تشوفوا المنظر هنا، والله العظيم ما يرضى اي بني ادم، لان هم اللي عملوا في نفسهم كده. وكتر الف خيرهم ان هم لقوا مكان يقعدوا فيه، ما تشردوش، ولا ان هم خدوهم وقال لهم ترحيلات باوضاعهم وسنهم الكبير. الناس دي بجد يعني هقول ايه، موقف ما يعجبش حد وما يرضيش حد. انا في قلب الموقع، في قلب المكان للناس. الناس قاعده هيت والله اهي، ناس هي قاعده في الشوارع، قاعده تحت الشجره هيت في جنب اهوت، تحرسهم للاسف الشديد عشان ما يحصل لهمش اي ضرر. والله العظيم ما يرضى حد، والله العظيم ما يرضى حد اللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده. قال لك من قبل ما تيجي مصر لا، ما فيش حج بدون تصريح، ومحدش بيسمع الكلام. ليه احنا الجاليه الوحيده اللي بنبهدل نفسنا ونعمل في نفسنا كده؟ اتقوا الله في نفسكم، واتقوا الله في اهاليكم، واللي بيحصل ده حرام عليكم.